السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The Egyptian King. The Egyptian King. مو صلاح. مو صلاح. مبروك. مبروك لمحمد صلاح. مبروك لفخر العرب. مبروك لليفربول. مبروك العرض اللي قدمه ليفربول النهاردة والفوز اللي حققه على توتنهام في ملعب توتنهام. النهاردة محمد صلاح بيواصل تحقيق وتحطيم الأرقام القياسية. كل يوم رقم قياسي جديد، كل لحظة رقم قياسي جديد. محمد صلاح فخر العرب. محمد صلاح الملك المصري المتوج. النهاردة كان على ميعاد مع مباراة توتنهام في الأسبوع ال15 للدوري الإنجليزي البريمير ليج. النهاردة ليفربول برغم الوضع اللي هو فيه، برغم المركز المتواجد فيه في الدوري الإنجليزي، مع انه الاسبوع اللي فات حقق انتصار وفوز كبير ومهم جدا على نابولي في دوري ابطال اوروبا. دوري ابطال اوروبا البطولة اللي تعتبر من اعظم بطولات العالم، اللي حقق لقبها ليفربول، اللي حاليا تأهل لدور ال16 مع نابولي الايطالي. ومع ذلك دوره او مركزه في الدوري الانجليزي الممتاز في مركز لا يتناسب، في المركز العاشر. في المركز العاشر في الدوري الانجليزي الممتاز برصيد كام؟ برصيد 16 نقطة قبل المباراة دي. الناحية التانية طبعا توتنهام كان في المركز الرابع برصيد 26 نقطة. المباراة ابتدت طبعا في صراع ما بين يورجن كلوب وانطونيو كونتي. كل فرقه من الفرقه، يعني كل فرقه من الفرقتين عامله حساب للتانيه، عامله حساب بتشكيل، عامله حساب بخطه وبطريقه لعب. يورجن كلوب دخل المباراه بتشكيلته الثابته اللي طبعا حقق بيها انتصاره في الشامبيونز ليج الاسبوع اللي فات على نابولي الايطالي. طبعا ثبت تشكيله: اليسون بيكر، ارنولد، فان دايك، ابراهيم كوناتي، روبرتسون. وفي خط الظهر او في خط النص فابينيو والكانتارا واليوت. وطبعا قدامهم فيرمينيو، محمد صلاح، نونيز. الناحيه الثانيه انطونيو كونتي طبعا يعني عنده كتيبه من اللعيبه المتالقه، على راسهم هاري كين، وعنده سيسينيو، بيريسيتش، وإيمرسون، وطبعا إريك داير، أنجلي، بين ديفيز طبعا مدافع خطير، هوجو فلوريس حارس مرمى منتخب الفرنسي ديوك الفرنسية. فطبعا كل فرقة من الفرقتين عاملة حساب الفرقة التانية. دخل او ليفربول المباراة فعلا الشوط الاول يعني فرض سيطرته على المباراة ككل. اللعب المرتب، طبعا حافظين الجمل بتاعتهم: فان دايك، كوناتي، التحضير من الاطراف، ارنولد، الكانتارا طبعا خط النص، محمد صلاح اللعب يعني طبعا السهل الممتنع. تواصل ليفربول تألقه وسيطرته، ولحد الدقيقة 11 اتفاجئنا بمحمد صلاح بيتحرك من الانسايد اليمين من ناحية الوينج اليمين، وبيخش في وسط الملعب وبيعمل 1 2 مع تياجو الكانتارا، ينقل الكرة لروبرتسون. في اللحظة دي لقينا محمد صلاح توغل جوه منطقة الجزاء. حسينا ان في حاجة هتحصل فعلا من دخلة محمد صلاح اللي جاي من عرض الملعب للوينج الشمال، ثم الوجود والتعمق جوه منطقة الجزاء. لقينا روبرتسون بيلعب كرة عرضية، نونيز يا دوب صلحها، لقى صلاح فاضي. صلاح صلح بيمينه وحط بشماله على شمال هيوجو فلوريس ليحرز الهدف الأول لليفربول، وهو مثبت حارس مرمى توتنهام تثبيتة عالية جدا. وجون يدرس. اللي عايز يتفرج يعني ايه كورة جماعية، كورة شاملة، كورة فيها تألق غير عادي من محمد صلاح، يتفرج على هدف من وقت بدايته، من أول استلام لمحمد صلاح للكرة ناحية الانسايد اليمين. يسكت ليفربول على كده؟ لا، ما يسكتش طبعا. يمارس تألقه. فعلا الشوط الأول حرفيا كان شوط
ليفربول بتظل الهيمنة لفريق ليفربول، لعب مباشر وهجومي، ومحمد صلاح بيبدع بالسهل الممتنع مع فيرمينيو، مع روبرتسون، مع ترينت أرنولد ألكسندر، مع الكانتارا، لغاية ما يجي الدقيقة 40 عشان يكرر الاسيست أليسون بيكر، او يعني نقول بداية الاسيست من عنده، بيلعب الكرة عالية ايد ورجل. برضو مدافع إيريك داير مدافع توتنهام بيغلط وبيرجع الكورة، بدل ما يرجعها بهيده بتخبط في كتفه، تتصلح لمحمد صلاح اللي جه ظبطها ودخل على فلوريس عشان يحطها لوب من فوقيه ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 41. طبعا تألق غير عادي للنجم محمد صلاح، بيوصل للهدف السادس في البريمير ليج، والهدف ال 14 الموسم ده، والهدف ال 170 للنجم محمد صلاح في وسط تواجد يورجن كلوب مع مدرب واحد أحرز 170 هدف مع فريق ليفربول. ينتهي الشوط الأول 2-0، يبتدي الشوط الثاني يعني ليفربول الكيرف نزل، انطونيو كونتي نزل بتشكيل او بنزل يعني بيبص الحماسه في توتنهام. طبعا هاري كين، سيسينيو، ايمرسون، كل لعيبه طبعا نجوم توتنهام، بيريسيتش، حاولوا لغايه ما عمل التغييره اللي عملها انطونيو كونتي لما نزل النجم السويدي كلوزوفسكي مكان سيسينيو، ونقل بريسيتش نقله ناحية الشمال، وخلى كلوزوفسكي ناحية اليمين. وفعلا من أول أو من تاني لمسة كلوزوفسكي صلح كورة لهاري كين اللي جه في الدقيقة 69، بيحرز الهدف على يمين أليسون بيكر من اسيست كلوزوفسكي، عشان يبتدي توتنهام يحط ليفربول تحت الضغط. وفعلا كان شوط سيء لليفربول وشوط جيد جدا لتوتنهام مع انطونيو كونتي، وظل على الضغط رغم ان يعني سنحت فرص ان يخترق ليفربول. طبعا الدفاعات المفتوحه لتوتنهام المندفع جدا عشان يحقق هدف التعادل، الا ان ليفربول طبعا كوناتي، فيرجيل فان دايك، اليسون بيكر منعوا الكلام ده كله، جانب تغييرات يورجن كلوب السيئه اللي سحب مفاتيح اللعب الهجوميه فيرمينيو، صلاح، نونيز، ونزل طبعا لعيبه بيغلب عليهم الطابع الدفاعي. يعني الطابع الدفاعي لما نزل تشامبرلين، لما بينزل طبعا لعيبه يعني كل لعبها طبعا اندرسون كل لعبها دفاعي بحت، ما فيهوش لمسه جماليه. ولكن احنا بنقول ان خير وسيله للدفاع هو الهجوم. يعني انت عشان تدافع صح اهجم صح واقتل المباراة بهدف ثالث. ولكن يورجن كلوب كانت هتتخطف منه المباراة، لان طبعا الوقت ما ساعدش توتنهام ان هو يتعادل، وخرجت المباراة 2-1 عشان يرتفع رصيد ليفربول للنقطة 19 ويتقدم المركز الثامن، مركز لا يليق بليفربول طبعا، ويثبت توتنهام في المركز الرابع برصيد 26 نقطة. والملك المصري المتوج ذا ايجيبشن كينج مو صلاح يظل طبعا هداف ليفربول برصيد 6 أهداف، ويبتدي طبعا بيرجع لمستواه والمكنة التهديف والغزارة التهديفية وروح التهديف رجعت لصلاح. طبعا بنبارك لصلاح وبنبارك لليفربول، بما اننا طبعا مصريين فبنحب ليفربول وبنحب محمد صلاح وبنبارك له، ومن احسن لاحسن لاحسن لاحسن. وان شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.